الشعب اللبناني ما بيفتخر بمحبتك. هاجمت الموديل اللبنانية أياديب الشامي وتتهمه بالسكوت وعدم التضامن مع حرب لبنان، وبتقول آية: شخصيا مستغربة من سكوت شخص معين يلي هو الشامي بوقت الأزمة بوقت الحرب على الستوريز عندك ما كأنه في شيء، ولا وما بس انه انت مش عم بتنزل، بالعكس عم بتنزل ستوريز وعم تحكي فيهم عن نجاحاتك وعن غرورك وعن قد ايه انت شخص صاروخ. وهاجمت آية الشامي بطريقة قاسية بعد ما قالت بأنه اللبنانيين اجوا من كل المناطق اللبنانية ليحضروا حفلتك يلي أقيمت سابقا بلبنان، ولكن للأسف بعد هالشي كله ما راح يكونوا مفتخرين بمحبتهم للشامي لأن ما وقف مع اللبنانيين. ما اختلفنا، بس هلا وين البوزيشن تبعيتك انت كفنان وكانسان؟ لانه انت كمان طالع من بلد في حرب وانت عانيت مثل ما الشعب اللبناني هلا عم بيعاني. ما بعرف سكوتك اذا له تفسير تاني غير هيك. ومع العلم الشامي ألغى حفلته بألمانيا بسبب الأوضاع الحالية بلبنان. فبرأيكم شو سبب الهجوم المتكرر على الشامي؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.